Here we go then, time to get this match going. With the بيرواس في لارينيو جزيرة قريبة من مدغشقر. هذه تسديدة ما يرحمش السنغالي موسى كوناتي، تغلط تدفع. كوناتي يسدد. موسى يا موسى، كورة موسى في المرمى، هدف مفاجئ. غلط الملقاشي والسنغالي يسدد. موسى كوناتي، موسى يعلن عن تقدم الاسود والاسود التيرانجا امامنا. هذه الغلطه باسكال والكره في المرمى مباشره سددها موسى. شوف العاده مره اخرى تفاجأ به الحارس راندرايانا. الخطا الكبير يكلف مدغشقر هدف، وهدف اكيد سيمنح المنتخب السنغالي الحرية في التحكم في المباراة. بعد دقائق أولى كانت صعبة، شفنا حماس ورغبة وضغط من جانب الفريق الملقاشي، ولكن الخبرة تلعب دور كبير. مدغشقر ساديو ماني، ساديو ماني، ساديو ماني، ساديو ماني، ساديو ماني، كرة من مانكيد للسنغال المرشح الأول في هذه المجموعة. كايتا بالدي، كرة في مناطق مدغشقر تبعد من باسكال رساك. يرجع من جديد، يستعد ساديو ماني في التنفيذ. ساديو ماني، كرة البرد إلى ضربة مرمى، ضربة مرمى لصالح منتخب مدغشقر. ترجع كرة من جديد لمنتخب مدغشقر. راكوتوالي مالالا، راكوتوالي مالالا، مالالا يلعب كرة لنومين شنهاري، نومين شنهاري، محاولة للمنتخب الملقاشي، المراوغة والحرز والتعادل، التعادل للمنتخب الملقاشي. المنتخب الملقاشي يخترق دفاعات السنغال، واللاعب فوافي مهاجم مصر المقصة يعدل الكفة. هدف التعديل في اخر لحظات الشوط الاول. باولا فوافي يسجل الهدف التاسع ليه دوليا مع منتخب مدغشقر، مع المنتخب الملقاشي منتخب البرية. شوف العادة مرة اخرى، مراوغة من راكوتوالي. راكوتوالي قام بعمل كبير، عمل ممتاز. المراوغة والكرة يضعها في المرمى. النتيجة 1-1. هدف التعديل في آخر لحظات الشوط الأول. كرة حركة الملعب البلدي، ملعب ماماسينا. الشوط كان بطريقة لينتهي للسنغال، ولكن مراوغة كانت دو عام 2000 تصفيات 2000 في غينيا ونيجيريا لم يغيب عن تصفيات منتخب مدغشقر. كايتا بالدي، كايتا بالدي، كايتا بالدي، هي سددها والثاني الهدف الثاني عن طريق المرابية. المرابية أنا موجود يقول كايتا. كايتا يسجل ثاني هدف السنغال بعد تحرك ممتاز. انطلق واختار التصويب، اختار التصويب، اختيار كان في محله. كايتا بالدي مر وسدد. كايتا بالدي سجل رابع اهدافه الدوليه مع اسود التيرانجا في اللقاء رقم 21. كايتا بالدي ولد في كاتالونيا، تربى في البرسا، انطلق في ايطاليا مع لاتسيو، لعب مع موناكو موسم ماضي فريق فرنسي، وهذا الموسم متواجد مع الليتر. يسجل كايتا بالدي المرابية. فوافي صاحب هدف منتخب مدغشقر فريق اليوم. كرة خطيرة، هدف عكسي، خطأ كبير من جوميز، خطأ كبير، والكرة تصطدم بمدافع السنغال. للمقابل 2 هي نتيجة لقاء المنتخبين قبل 3 سنوات هنا في ماماسينا.
خطأ كبير يكلف منتخب السنغال هدف ثاني في مرماهم. غلطة الفريد جوميز، كرة لم يحسن التعامل معها. النتيجة تغيرت ومنتخب مدغشقر يرجع للمباراة. شوف الإعادة مرة أخرى، هو تصور الحارس جوميز خلاص الكرة لبرا، تابعها اللاعب البديل اندريا ماتسينورو. اندريا ماتسينورو اللاعب اللي خدمه كان فوادي. ماتسينورو اللاعب اللي سجل هدف في مرمى السودان. اندريا ماتسينورو